سلام جماعة. قبل فترة كنت وريتكم وجبة كنت قاعدة أسويها واستخدمت فيها شيء مو كيتو، وقلت إن الوجبة هذه مو حقي، حق بنت أخوي لأني مسويتها كيتو مخفف. وايدين سألوني شنو هو الكيتو المخفف، وقلت لهم إنه هو ما في شيء اسمه كيتو مخفف، هذا الشيء أنا مطلعته حق بنت أخوي لأن هي صغيرة وقاعد أسوي لها كيتو مخفف. وايدين قالوا لي أوكي هاي علمينا، لأن إحنا بعد عندنا عيال تينيجرز وأشياء كذي ومحتاجين يخففون وزنهم. أول شيء خل أقول لكم بالنسبة للكيتو، كيتو كنظام ترى يصير للياهال، مسموح للياهال. أساسا نظام الكيتو طلعوه من الستينات، أيام الستينات، علشان علاج الصرع عند الأطفال، فهو مناسب للأطفال، لكن طبعا لازم يكون تحت رعاية طبيب مختص بالأطفال ويعرف بالكيتو عدل. فهو آمن للأطفال، لكن للأسف ما في عندنا إحنا هني طبيب متخصص بالأطفال وبالكيتو. ما أدري إذا في، وأنا ما أدري، ما عندي فكرة. المهم بنت أخوي 14 سنة، يعني مو طفلة، وكان ممكن أسوي لها كيتو عدل وأنا أدير بالي عليها. لكن شو اللي صاير؟ أنا أعرف طريقة أكلها، أدري بأن هي ما تاكل خضروات أبدا، ما تحب الخضروات، شوية خس شوية خيار هذا حدها، ولا يمكن راح تاخذ خل، ما راح تاخذ خل، ما راح تاخذ مخللات، وما تحب الملح زيادة. فشلون أسوي لها كيتو عادي؟ بالمقابل هي كل الأشياء اللي تحمي الجسم هي ما راح تاكلهم، راح يصير خطر عليها. فأنا شنو لما شفت الموضوع كذي وشفتها حابة تسوي كيتو، قلت لها خلاص أسوي لك كيتو مخفف، راح أسمح لك بأشياء غير عنه، في مقابل أخفف الدهون عندك. فأنتوا شو تسوون؟ نفس الشيء سووه، تشوفون عيالكم شنو ياكلون، وبهالطريقة تعرفون إذا أنتوا تقدرون تسووا لهم الكيتو أو لا. إذا مثلا أغلب اليهال ما ياكلون خضروات، فأنتوا تسوون كذي، إن أنتوا تسووا لهم نظام كيتو مخفف. شلون سويت نظام كيتو مخفف؟ مثلا أنا لاحظت إن بنت أخوي وأغلب الناس كذي طريقة أكلهم، الشيء الأساسي بوجباتهم الكربوهيدرات. مثلا إذا الرز أكبر كمية يكون رز اللي هو العيش، أو الخبز أو الصمون أو الباستا أو البطاط، دايما هو كميته هي اللي تكون طاغية أو ماخذة على الأقل نص الصحن. فأنا عرفت إن مجرد ما أشيلها من هالنشويات الخالصة هذه اللي وايد تأثيرها قوي على الأنسولين، عرفت إن مجرد ما أشيلهم من حياتها على طول راح يطخ الأنسولين عندها، وإذا طخ الأنسولين عندها راح تخف شهيتها، راح تتحسن، كميات أكلها راح تصير أفضل وأقل، وراح لما يخف الأنسولين في الجسم راح يتحسن الحرق عندها. فاللي سويته كذي، منعتها من الرز اللي هو العيش من كل الأنواع، منعتها من كل أنواع الباستا، حتى الباستا السمراء، حتى العيش الأسمر، هالأشياء هذه كلها منعتها عنها. منعت عنها البطاط، منعت عنها السكريات، هذيل الأشياء اللي تأثر على الأنسولين حيل منعتها منها، قلت لها هذيلي ما تاكلينهم. بالمقابل شنو؟ فتحت لها المكسرات، ما أحسب لها الكارب، أخليها تاكل كارب بكمية زينة. المكسرات إحنا ناكلها بكمية عادية قليلة، هي لا، قلت لها اكلي أي وقت تحسين جوعانة تبين سناك اكلي مكسرات. حتى الكازو احنا ما ناكله بالكيتو لأنه كاربه عالي، حكاية قلت لها لا اكلي، بس شنو، ما أخليها تحط طاسة كبيرة قدامها وتاكله كله، لا. الخدعة اللي تسوونها، شايفين بالجمعيات في دايما الأكياس الصغيرة اللي فيها مكسرات، أكياس ذاهبة، مكسرات مخلوطة أو فستق أو بس فول سوداني أو لوز كازو، أشياء كذي، هذيلي تشترون من هذيلي، أو إذا عندكم أكياس صغيرة تعبونه مكسرات بالنوع اللي يحبونهم عيالكم، تعبونه فيه، على أساس تقولون أنا قلت لها مثلا من الكيس الصغير ياخذ قد 25 إلى 35 جرام، قلت لها أي وقت تجوعين اكلي كيسين حتى لو 3 اكلي من هذا، لأن أدري أولا راح يشبعها، ثانيا راح يغذيها، وراح يعطيها الشيء المالح الكريسبي اللي هي راح تفتقده لأنه ما في شيبس في حياتها. ثالثا كارب صحي مع ألياف،
معادن، معاه فيتامينات، ومعاه زيوت صحية، فراح يغذي جسمها. بنت كتينيجر راح تحتاج هالأشياء هذه. فالمكسرات تقريبا فاتحت لها إياه، حتى تاخذه معاها المدرسة، العصر، إذا بالليل، ولا مرة قلت لها لا تاكلين. طالما في أكياس صغيرة كانت تتحكم في كمياتها، إن هي تاكل كيسين 3 بالكثير الصبح، إذا العصر بتاكل كيسين، وبالليل تبي تاكل كيس. بالنهاية ما راح تكون الكمية وايد كبيرة. فالمكسرات فتحت لها إياه. الحليب قلت لها حليب كامل الدسم تقدرين تشربين. تبين تسوين معاه لاتيه، تبين تسوي لك هات شوكولات، تبين تسوي لك أي شيء، حليب كامل الدسم طازج تقدرين تشربينه. ما منعتها من الحليب، لأن الحليب بالنسبة لها الكارب راح يكون أوكي، وراح يكون فيه فات، لأنه حليب كامل الدسم، فهم راح يخفف تأثير الكارب. حليب طازج، معادن، فيتامينات، جسمها راح يحتاجهم. ففتحت لها المكسرات الحين، وفتحت لها الحليب. شنو الشيء الثالث اللي سويته؟ قلت لها تقدرين تاكلين بقول بكميات قليلة ومو يوميا. فإذا تبي تاكل حمص حب اللي هو إحنا نسميه نخي، قلت لها تقدرين تاكلين طاسة صغيرة على طرف أكلك فوق السلطة، أو مع أكلك تحطين شوية حمص حب، تحطين شوية فاصوليا، بشرط تكون مو الفاصوليا المعلبة اللي فيها شكر، بدون هذيل اللي فيهم سكريات. قلت لها أوكي تقدرين تاكلين، بس مو يوميا، وتكون الكمية قليلة. حتى الذرة، ذرة الحب أو الكون ذرة، قلت لها تقدرين تاكلين، لكن مو يوميا وبكمية قليلة. وقلت لها إذا اشتهيتي شيبس حيل حيل، تبين شيء كذي قرمج ومالح، تاخذين كيس فشار اللي هو النفيش الموجود بالجمعيات، هذا الجاهز، غالبا دهونه حيل 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 قليلة، ويكون مالح وشيء كريسبي، فيعطيها الاشتهاء حق الشيء الكريسبي، يعني يطيب خاطرها بدون ما تاكل شيبس. النفيش تاخذون كيس واحد، بالنسبة حق أعمارهم مو مصيبة. إذا كلوا شيبس هني مصيبة، لأن الشيبس لا يمكن راح يكتفون بكيس واحد. البوب كورن مبلى يكتفون بكيس واحد، لكن شيبس راح يفتح شهيتهم بسرعة، وايد راح يضرب الأنسولين. لكن الفشار طبيعة الذرة فيها دهون، فشوية أرحم من إنه يكون شيبس خالص. فقلت لها شيء، وأشوف حتى هذا ترى ما قربت منه، ما أكلت بوب كورن. الشيء الرابع اللي سويت لها، عطيتها يوم راحة بالأسبوع. قلت لها ليش يوم واحد أي شيء تشتهينه أكل في هاي اليوم. ليش سويت كذي؟ لأن أدري في إن في سنها راح تشتهي وجبة، راح تشتهي عيش، راح تشتهي شيبس، راح تشتهي كاكاو. إذا منعتها منه ما راح تقدر تتحمل، وراح تخرب. وشي يصير إذا اشتهت مثلا في هاليوم، أقول لها نطري، وهي نفسها تقول ما يخالف أنطر، بعد يومين عندي يوم أوف، راح أطلب لي كذا، راح أطلب لي كذا. أقول لها أوكي، اللي تبينه في يوم راحتك أكلي، مو مشكلة. وأشوفها لحد الحين هذا أطول رجيم تمت فيه. عادة رجيم هي ما تتم فيه، لحد الحين الحمد لله هي تامة في الرجيم هذا، وأشوفها وايد تمام معها. الحين في أشياء بعد غيرتها، هذا اللي سويته. ودهون زيادة ما أحط لها، يعني أكلها نفسه دسم من العجينة الدسمة أو دياي دسم. هي ما تاكل وايد أشياء يعني تحط مايونيز وكذي، ما منعتها من المايونيز، ما منعتها من الباربيكيو صوص. بتحط لها قفشتين في وجبتها من الباربيكيو صوص، من إذا تبي ما تبي كاتشب خالي من الشكر، تبي كاتشب عادي، أشياء كذي ما منعتها تحط مايونيز، وهذا مو مشكلة. لكن أنا بعد ما أزيد الدهون مثلي أنا، يعني أنا وجبتي أروح وراء أخذ زيت زيتون زيادة، أحط زبدة زيادة، أحط سمنة زيادة. هي لا، ما أحط لها الدهون الزيادة. وجبتها نفسها فيها بروتين، فيها دهون، وفيها شوية كارب صحي، النفس اللي أنا سامحت لها إياه. خلاص بعد ما أزيد دهون، لأن أساسا الكارب عندها شوي زايد، ووجبتها فيها دسومة زينة راح تشبعها. فهذا اللي أنا سويته معاها. وسمحت لها بالفاكهة، قلت لها اكلي فواكه، أي نوع فاكهة تبين اكلي، حبة إلى حبتين باليوم اكلي، بشرط ما تشرب عصير. قلت لها إذا اشتهيتي عصير حيل 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 مرة بالأسبوع بس، لكن
فاكهة كاملة مع أليافها، أوكي، ليش؟ لأن أولا معاها الألياف فراح تخفف تأثير الكارب. ثانيا ألياف، فيتامينات، معادن يحتاجها جسمها في هالسن هذا، فما منعت منها. أي وقت تبي تاكل فاكهة قلت لها حبة إلى حبتين باليوم فاكهة كاملة اكليها، بس ما تشرب عصاير. فهاي الأشياء الحين منعتها عنه، وهالأشياء اللي سمحت لها إياه راح أحطه بعدين في جدول أحط لكم إياه. بالنسبة حق التأثير اللي شفته فيها، بصراحة كوزن كرقم هي ما رضت توزن، ما حبت توزن، وأنا احترمت نفسيتها، قلت لها مو مشكلة لا توزنين، المشكلة بس راح نشوف تأثير عليك بعدين. وبصراحة كجسم وايد فرق معاها. هي الحين صار لها حوالي شهر على هذا النظام. ثالث أسبوع جاتني مستانسة تقول لي عمّا شوفي، كان عندها بلوفر، لابسة بلوفر، قالت لي شوفي البلوفر السحاب ما كان ينصك علي قبل، الحين شوفي تسكر علي، لا ومتسكر وراهي، يعني مو ضاغط عليها، مو ضيق عليها، يعني شوفوا خلال 3 أسابيع ووايد فرق معاها. وحتى الناس يعني العائلة عندنا مو كلهم يدرون إن هي مسوية رجيم، ومع هذا لما شافوها الأسبوع اللي طاف كانوا يقولون ما شاء الله ضعفانة، وجهك متغير، جسمك متغير، يعني لاحظوا بأن في فرق في جسمها. فهذا من ناحية الشكل. من ناحية النشاط سألتها أنت قاعد تدوخين بالمدرسة، قاعد تحسين أنك ما قاعد تستوعبين، نشاطك زين، أمورك زينة بالدراسة وكذي؟ قالت لي إيه ما عندي أي مشكلة، معناته ما في معاها مشكلة، ما قاعد يأثر معاها. ثاني شيء، لما كانت هي قبل الرجيم هذا لما تاكل، وهي طبيعة أكلها أكثرها كارب، كنت ألاحظ إن مجرد ما تاكل الوجبة أكلها، مجرد ما تخلص لو حتى توها قاعدة من النوم، يعني في إجازة توها قاعدة من النوم وتوها جاية تتغدى، مجرد ما تخلص الغداء تقول لي دخت أبي أنام، توها قاعدة من النوم تجيلها النومة مرة ثانية، وفعلا تروح تنام 2-3 ساعات. الحين لا، ما يصير هالشي هذا، إلا إذا فعلا عندها نقص أو جاية من المدرسة ومو نايمة كفاية، تروح ممكن تروح تنام ساعة ساعتين، لكن إذا نايمة كفاية لا، تخلص غداها وعادي تقعد. ثالث شيء، شهيتها للأكل غير. قبل أول ما تيجي من المدرسة على طول وين الغداء بسرعة، ما تقدر تنطر حتى 10 دقايق، بسرعة تروح تبدل ملابسها وعلى طول تجيب غداها تاكل. الحين أحيانا تيجي من المدرسة أقول لها ترى الأكل مو ذاهب، أو أقول لها ترى مو طالبين شيء، شنو تبين أطلب لك غدا؟ تقولي عادي عادي عمّا، ترى مو جوعانة، عادي نطلب بعدين، أو عادي خليه يتأخر، كلش مو جوعانة، مو هامني. مع نشوف في المدرسة هي تاكل، تودي معاها مكسرات الأكياس اللي قلت لكم، تودي معاها كيسين مع نوع بروتين بار. أنا كل بروتين بارز أو بروتين كوكيز سامحت لها إياه، حتى الأشياء اللي إحنا مو مسموحة عندنا سمحت لها إياهم. فهي تاخذ معها شيء من هالبروتينز مع كيسين مكسرات، تاكل كيس أو كيسين وتيجي تقول لي عمّا مو جوعانة عادي مو خالف خليه يتأخر الغدا. قبل لا ما كانت كذي. بعدين لما تتغدى تظل بدون سناك للعشاء. أحيانا على المغرب أو بعد المغرب أشوفها ممكن إن هي إذا في حلو كيتو أنا مسويته، أو نوع مكسرات كيتو كيس صغير. غير كذي أحيانا أبدا أصلا تصير الساعة 9-9:30 أقول لها يلا لازم تتعشين، يعني وراك مدرسة لازم تنامين، تقولي ما أدري شلون أتعشى، مو جوعانة، مو حاسة إني جوعانة. هذا قبل ما كان يصير، قبل كانت تتغدى بعد ساعتين بالكثير 3 تشوفونها حطت لها كيسين شيبس، بسكوت، كاكاو، آيس كريم. أحيانا حتى ساعة بعد الغداء كانت تاخذ سناك، وبعدين المغرب عادي سناك ثاني، الساعة 8-9 تحط لها وجبة مرة ثانية، دسم، كارب، شكر، الأشياء هذه. وايد 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 شهيتها وإقبالها على الأكل صار خاف، مو مثل قبل، ما عندها لهفة ورا الأكل وايد، وتاكل الشيء وتشبع، شبعانة ومستانسة من الأكل وكل شيء. فأسوي لها مثل ما لاحظت، وسويت لها السوسج رول، أسوي لها بيتزا، أسوي لها الأشياء هذه
الأشياء اللي هي تاكلهم. يعني ما أجبرها بأنه لا ما تاكلين السوسج هذا مو صحي، السوسج هذا فيه كارب عالي، ما سويت فيها كذي. لأن شنو الأحسن؟ أسوي لها نظام نص ونص يخليها تصير صحية أكثر، ولا أسوي لها نظام صارم أشياء وايدة ما تاكلها وبعد أسبوعين تمل وتتعب وتوقفه؟ فأنا قاعد أسوي لها الخيار الأفضل. هي شنو تاكله؟ أسوي لها إياه بطريقة كيتو. تاكلين بيتزا؟ أوكي، أسوي لك بيتزا بعينة اللوز، تبين فوقها بيبروني، ما تبين خضروات فيه بس صلصة وجبن بيبروني، أوكي. تبين سوسج رول، ما تاكلين السوسج الطبيعي اللي ما فيه كارب وما فيه أشياء كيميائية، هذا اللي تاكلينه أوكي، لأن هي راح تاكله. فالأحسن إنه تاكله بشكل نوعا ما صحي، أحسن من إنها هي تخرب كل شيء وتروح تاكله بصمونة مليانة سكر وطحين أبيض وكل شيء. عرفتوا؟ فأنا كذي سويته. أنتوا تشوفون عيالكم شنو طريقة أكلهم، شنو يحبونه، تدرسون تلاحظون طريقة أكلهم شنو وتلعبون عليه بشكل كيتو. أنا شنو كنت أسوي؟ ترى مو أنا اللي قلت لها سوي كيتو، صح في كذا مرة أنا قلت لها إيش رايك تسوين معي؟ ترى الأكل حلو، ترى الأكل لذيذ، حدي أشبع ما أيوع، ما أفكر بالأكل، إيش رايك تجربين؟ كذا مرة قلت لها كذي، لكن ما جبرتها. اللي سويته إن أنا آكل قدامها، أكلي أحطه قدامها وآكله. ومثلا شيء حلو أقول لها وايد لذيذ، أخليها تجربه معي. أسوي سويت كيتو، أقول لها أخليها تجربه معي. أسوي قهوة كيتو، موكا، أسوي آيس كريم، أسوي الكيك، البسكوت، أي شيء كيتو أدري إن هي الأشياء هاي ممكن يعجبها، أذوقها إياه. ليش؟ هذه تصير مثل دعاية مبطنة، مثل الدعايات شلون اللي يقصون عليكم شوي شوي يرونكم عشان تشترون منتجاتهم. أنا كذي سويت فيها، خليتها مثل دعاية من تحت لتحت بدون ما تحس. أذوقها هذا، أذوقها الخبز، أذوقها البيتزا، أذوقها ما شنو، علشان شنو؟ تطمن إن ترى الرجيم هذا لذيذ، ترى ما في حرمان، ترى كل شيء له حل. اليوم قاعد تقولي عمّا تسوي لي ممكن تسوين بسبوسة كيتو؟ قلت لها إيه ممكن. قالت لي يلا بليز سوي لي. أوكي خلاص راح أسوي لك بسبوسة كيتو. عرفتوا؟ يعني كذي هم بروحهم راح يستانسون، راح يعجبهم. تيجي تقول لي أبيك تسوي لي من السوسج رول كمية عشان أوديه معي المدرسة. رفيجتي ترى كلت معاي وعجبها. يعني تحببونهم فيه، لا تجبرونهم عليه. لا تقولوا لهم تعالوا شوفوا، خاصة الياهال والتينيجرز ترى حساسين. لا تقول لهم تعالوا شوفوا شمتنكم، ليش كذي الملابس شكلها مو حلو عليكم، شوفوا بطنكم ايش كبره، شوفوا ربعكم شلون رشيقين وانتوا كذي، شوفوا ما لا تسوون فيهم كذي. سووا لهم دعايات مبطنة من تحت لتحت يروهم بدون ما يحسون. هم بنفسهم ترى راح يقولون نبي. التينيجرز يحبون ترى يكونون رشيقين ويلبسون لبس حلو وكشخة ويستانسون بالملابس والجينز وهالأشياء هذه. فلما يشوفون إن في أكل حلو ولذيذ وقاعد يضعف، بروحهم راح يولكم. هي بروحها قالت ترى بسوي كيتو، كم مرة قالت وبعدين كشتت فيني، فبس بعدين قالت بسوي، قلت لها أوكي يلا. لما جيت استغربت إنه لا من صدق هي جاية من المدرسة وقالت بسوي كيتو. وحتى مسكينة وقت اللي قررت إن تسوي كيتو أنا كنت مريضة، ما كان فيني حيل أسوي أي شيء، ومع هذا مسكينة تمسكت بالكيتو، قاعد تطلب دياي شواية وسلطة، تطلب شاورمات وسلطة وحمص وتاكل، ما قالت شيء مسكينة، وتصبر نفسها باليوم الراحة هذا اللي حطت لها إياه بالأسبوع. فكذي ليش؟ لأن حبت الكيتو، شافت إن أنا قاعد آكل اللي أبي مثل ما أبي. وحتى أنا قلت لكم كذا مرة أنا ما ألزم نفسي بشيء اسمه الصيام الكيتوني، إذا يعانى آكل، مو يعانى ما آكل. فهي شافتني إن قاعد آكل مو يعانى وأكلي حلو ومنوع وفي كيك وفي كاكاو وفي نوتيلا وفي وبنفس الوقت وزني قاعد ينزل، ملابسي قاعد تصير أحلى علي، جسمي قاعد يترتب أكثر علي. يريتها كذي بدون ما تحس. فأنتوا بليز سووا كذي في عيالكم، تكفون لا تقولون حق عيالكم طاش متنكم أو شوفوا وزنكم. أنا حتى لما هي
قالت بسوي كيتو. قلت لها انزين عاد خل اشوف وزنك عشان اعرف قاعد ينفع معك ولا. قالت عماه مو حابة اوزن افتشل. قلت لها خلاص على طول، قلت لها خلاص مو الا، مو ضروري. مع انه كان احلى لو كانت شايفة وزنها قبل وبعد، كان وايد احلى. لكن هي قالت ما ابي، خلاص مو ضروري. عنها ما وزنت. الملابس هي هذه بروحها راح تكون كفاية. هذا بروحها راح يبين إذا النظام قاعد يمشي معاه ولا لا. الملابس قاعد تصير وسيع عليها، قاعد تصير الأشياء الضيجة قاعد تصير قدها، الملابس قاعد تصير وسيع عليها، وياها قاعد يصير حلو وصغير أنعم، ونشاطها بالمدرسة زين، استيعابها زين، قاعد تدرس ما قاعد تدوخ، معناته النظام صح. فهذا سووا مع عيالكم. هاي الطريقة اللي أنا سويتها، هاي أشياء ممكن أنتوا تشوفون عيالكم وتطبقونها. إذا في شيء للحين مو عارفينه، عندكم عيالكم تينيجرز وأشياء كذي، لا تسوون تحت 10 سنين. إذا ما عندكم دكتور متخصص تغذية الأطفال، لا تسووا لهم من كيفكم، لازم طبيب. إذا هم لا تينيجرز، تسووا لهم بس تديرون بالكم إن هم ياكلون عدل. يعني أنا حتى بنت أخوي الحين بادي أعطيها فيتامينات وأعطيها بروبايوتكس وكذي، لأن هي مو راضية تاخذ خل، مو راضية تاكل فيتامينات، مو راضية تاكل خضروات، فلازم أعطيها فيتامينات، وقاعد أعطيها مغنيسيوم، وقاعد أعطيها بروبايوتك علشان أوازن. هي أساسا ما تاكل خضروات، يعني حتى لو قلت لها خلاص لا تسوين كيتو لأن ما تاكلي خضروات، هي في حياتها العادية أساسا ما تاكل خضروات. فبالنسبة لها هذا شيء يعني مو غلط إن هي ما قاعدة تاكل خضروات وإن الكيتو راح يضرها. لا، ما راح يضرها. فهذا اللي سويته. هذا اللي سويته مع بنت أخوي، هذا ممكن تسوونه مع عيالكم. إذا حابين أي مساعدة، دزوا لي مسج هني باليوتيوب إن عيالنا مثلا كذا كذا، أنا ممكن أجاوبكم، ممكن أنزل فيديو ثاني أتكلم فيه أكثر بهالموضوع إذا أنتم حابين هالشي هذا. وبس هذا هو الموضوع كله. شوفوا عيالكم وطبقوا لهم نظام يناسب طريقة أكلهم.